مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده بقى احنا كده في اواخر الشهر، وطبعا كده لازم نعمل اكلات كده تكون على قد الايد، بسيطه كده. دورت في التلاجة عندي ادور كده اشوف عندي ايه ممكن امشي بيه الدنيا. النهارده لقيت عندي كيسين ويكا انا منضفاهم وموضباهم وشايلاهم في الديب فريزر عندي. ايه كمان ممكن اعمله جنبهم؟ لقيت عندي برضو بتنجانيتين وشوية فلفل كده. قلت اعمل غدوة تمشي الدنيا، بس والله طلعت زي العسل. غدوة كده من غدوات او من الاكل بتاع زمان اللي هي الوكا بالشوربة ديت. حاجة كده اكلة تحفة تفتح النفس. لو كنتوا يعني ما بتعملوهاش خالص جربوها، تعجبكم قوي قوي قوي. بجد روعة. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كده كيس شوربه، كلنا طبعا طالعين من العيد عندنا اكيد يعني شايلين اكياس شوربه في الديب فريزر. دي شوربه لحمه ضاني يعني طعمها تحفه، ومع ذلك برضو انا هحط عليها شويه تحابيش كده عشان تخليها كمان اجمل واجمل. خرطت قرن فلفل حامي. طبعا الويكا تحب قوي الحاجات الحاميه ديت بقى، والشطه والحاجات ديت تبقى كده جميله. خرطت عليها كمان قطيتين برضو كانوا عندي في التلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة اللي ما حطش اللايك ما ينساش يحط اللايك كده، وتعليق حلو كده من تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجع الواحد كده على انه يستمر بإذن الله. برضو خرطت بصلتين عندي كده اهوت مش كبار. بعدين نزلت بكوبايتين ميه على الشوربه دي، وهرفعها بقى على النار عشان تغلي بقى وتاخد وتدي مع بعضيها. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت اقول لكم حطيت كمان 2 ماجي، برغم ان الشوربه عندي كانت شوربه يعني سمينه وتحفه، بس برضو الماجي برضو هيدي لها للوجه طعم حلو قوي. 2 ماجي. خلاص كده شويه ملح وشويه فلفل وكفايه قوي كده بهارات، لان كمان الشوربه متبهره. شوية فلفل، والملح طبعا حتى ملح قليل، لأن الشوربة اللي كانت في التلاجة فيها ملح، وشوربة الماجي فيها ملح. لقيت بقى زي ما قلت لكم كده بتنجانيتين 2 بس عندي، وشوية فلفل كده. قطعت العنق بتاعها اللي كنت بوريه لكم ده بتاع البتنجان، وخرطت الفلفل كده قطع صغيرة، فلفل حامي على فلفل رومي عادي. وزي ما هما كده هسلقهم واسويهم، مش ههريهم قوي بس اسويهم في شويه ميه كده، اغطيهم واسيبهم يتسلقوا. الوجه بقى للبنات اللي مش عارفين، الوجه هي الباميه الكبيره. طبعا بنقيها ما تكونش شيخه، تكون طريه كده وتكون حلوه، ونقطع جزء منها من الاخر كده نلقاها بتقطع بسهوله. وبعدين بنجيبها ونغسلها كويس قوي ونسيبها تنشف، ونقطع بقى يعني نقمعها كده زي الباميه العاديه، وبعدين نخرطها خرط صغيره كده. بعد ما غليت الشوربه كويس قوي نزلت عليها بالويكه وبس، واغطيها بقى سيبها مع نفسها لحد ما تستوي. اهم حاجه بقى الطشه، شويه توم على شويه كزبره يتحمروا كويس قوي قوي. ولما الويكه تستوي خالص ندلقهم عليها كده زي الملوخيه. بس كده خلصت الشغلانه. ايه رايكم؟ حاجه بسيطه وسهله وجميله، والله العظيم طعمها تحفه، واهم حاجه انها بتفتح النفس على مصراعيها. اللهم صل على سيدنا محمد. غرفتها بقى هي وشويه البتنجان الصغننين الحلوين دولت، ملحتهم طبعا حاجه كده تحفه زي ما انتم شايفين، حاجه تفتح النفس واكله بسيطه كده وعلى قد الايد، وحاجه جميله كده وتمشي اليوم. جربوها مش هتندموا بجد، طعمها حلو قوي. الوكا دي طعمها حلو قوي قوي قوي، بتفتح النفس، حاجه روعه. ايه رايكم بقى؟ حاجه بسيطه كده للي محتار ومش عارف يعمل ايه وعايز حاجه على قد الايد اهي. يلا تصبحوا على خير.